ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى كل المسلمين بكل الدول الإسلامية والعربية. النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة اللي ما يخلاش منها عيد الأضحى، اللي هي الفتة بالخل والثوم. دي الأكلة الرسمية في العيد لكل البيوت. فقير غني بنعمل الفتة بتاعتنا الحلوة ام خل وثوم. عشان نعمل الفتة الحلوة وتطلع معايا العيش مش معجن والرز مفلفل وكل حاجة مظبوطة وكل تركاتها مية مية، يبقى عندنا ايه؟ عندنا العيش وعندنا الشوربة، شوربة دسمة. لو ما فيش شوربة دسمة بتاعت سليق اللحمة ممكن بتحطي مرقة دجاج، مرقة لحمة، ما فيهاش مشاكل خالص. وبتعملي الصلصة ام خل وثوم والرز الابيض المفلفل. انا كنت صورت معاكم الصلصه ام خل وثوم والرز المفلفل الابيض الحلو الجميل بتاعنا بتاع الفته. هسيب لكم بقى اللينك بتاع الصلصه وبتاع الرز المفلفل على صندوق الوصف، في صندوق الوصف. يبقى فاضل ايه اللي يخلي الفته فته؟ اللي هو العيش بقى بتاعنا عشان يبقى حلو ومش معجن من الشوربة وطعمه مدي نكهة حلوة للطبق الفتة. بيبقى ايه بقى؟ العيش بتاعنا، العيش البلدي العادي بتاعنا، انا بجيبه وبقطعه كده زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم بقى الرغيف هنقطعه ازاي. اول حاجة انا بعملها، انا بشيل الحروف دي، لان الحروف دي مع البواشان بتاع العيش بتاخد وقت عن بقية الرغيف. فيبقى عندي العيش مش كله درجة سوا واحدة، او الشوربة مش مؤثرة عليه كله زي بعضه. فانا بشيل الجزء اللي هو هيبقى ناشف شوية معايا او هياخد وقت شوية، هو هيبوش الشوربة هتعمله، بس هياخد وقت عن بقية جسم الرغيف. وانا مش عايزة العيش بتاعي يبقى فيه قطعة وقطعة. بروح قصة بقى كده اهو. بنعمله بقى مربعات. الحجم بتاع المربعات بيبقى حسب مزاجك انتي، صغير كبير وسط. انا هعمله وسط، وممكن لو انت مش عايزه المقص خالص ما فيهاش مشاكل خالص خالص، ما تستخدميش المقص ونستخدمه بايدينا اهو كده. بصوا انا عايزه الحجم ده، ولا كبير ولا صغير، يبقى حلو معايا كده ويبقى كل القطع كده شكلها وحجمها زي بعض. هنعمل مع بعض بقى اهو كده. العيش اهو خلصته. ولما بتجيبي العيش الابيض بيبقى افضل من العيش الاسمر شويه، لان انا هحمصه في الفرن او على عين البوتاجاز. فالتحميصه دي بتغمقه فالتحميصه دي بتغمقه. فعشان العيش الاسمر اللي هو الغامق شويه لما هيغمق هيبقى شكله معانا وحش قوي في طبق الفته. وانا عايزه الطبق بتاع الفته بتاعي يبقى منور من طعم وشكل وريحه، ولا احلى من كده الفته بتاعتي. هنروح بقى على البوتاجاز علشان اوريكم العيش الحلو بتاعنا ده هنحمصه ازاي. اهو جبت بقى، تجيبي طاسة، تجيبي صينية، المهم حاجة تكون واسعة عشان تعرفي تقلبي فيها العيش. بصوا بقى يا حبايبي، انا علشان العيش بتاعي يطلع كله متحمص ولونه حلو لازم السمنة بتاعتي او الزبدة او الزيت لا، هو الزيت كده كده بيبقى سائل. لازم السمنة بتاعتي تبقى سايلة، يعني مش جامدة. هنزل شوية سمنة كده في الطاسة او في الصينية، وهنزل بالعيش بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا ليه حطيت تحت شوية سمنة؟ علشان لما اقلب انا عايزة العيش بتاعي يتطعم. وهنزل بقى بشوية سمن كده على الوش اهو، وهنقلب بس كده. لا، هي كده الوصفة ما خلصتش، ده الوصفة بتاعتنا لسه شوية. هفضل اقلب بقى العيش مع السمن كده او المادة الدهنية اللي انت حطاها لغاية لما احس ان العيش كله اتشرب بالسمن. انا هوطي العين شوية عشان ما يتحرقش مني لغاية لما يتشرب بالسمنة.
ممكن تعمليه في الفرن، ولو انت السمنه يعني بتتعبك او كده، او في ربنا يشفيكم ويعافيكم جميعا يا رب، الدهون بتتعبكم، ممكن تعمليه بزيت ما يكونش ليه ريحه، زيت ذره، اي زيت علشان ما يتعبكيش. وممكن تروحي رشه على الماده الدهنيه دي وتدخليه الفرن، وممكن تدخليه الفرن من غير ماده دهنيه خالص، هيبقى معاكي حلو جدا وزي الفل. خلاص كده انا العيش بتاعي زي ما انتم شايفين بقى اكنه زي المبلول كده، شايفين؟ هو ده اللي انا عايزاه. افضل بقى اقلب فيه كده لغايه لما لونه يتظبط معايا، وهقول لكم بقى اول ما لونه يبقى ذهبي وحلو كده هنعمل ايه. بصوا اهو كده بقى لونه الذهبي الفاتح. انا ليه مش مخلياه غامق؟ عشان انا لسه ما عملتش التركه الاخيره. بعمل ايه بقى يا حبايبي؟ بنزل على العيش المتحمص ده بمعلقه توم. ليه ما حطيتهاش في الاول؟ علشان التوم بيتحرق بسرعه جدا، وانا مش عايزه التوم بتاعي يتحرق. فبحط بقى كده وبفضل بقى اقلبه كده مع، سامعين صوته؟ مع العيش. خلاص كده علشان يبقى كل قطعة عيش فيها النكهة بتاعة الثوم وفيها الثوم بتاعي الجميل ده. هفضل اقلب بقى كده، وهجيب كمان رشة فلفل اسود صغيرة على العيش. الفتة بتاعتنا ما بتبقاش حلوة الا بالفلفل الاسود الجميل بتاعنا ده. كده بقى انا بعملها، اقلبها اهو زي ما انتم شايفين لونه الذهبي الفاتح الجميل بتاعنا، شايفين اهو عشان التصوير اهو. بصوا لون العيش بقى كده، مش عايزاه ولا غامق قوي ولا فاتح قوي. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنخليه بقى دلوقتي عشان نعمل بيه الفتة بتاعتنا. يلا بينا بقى نشوف طبق الفتة هنعمله ونظبطه ازاي عشان يطلع معانا احلى طبق فتة. زي ما انتوا شايفين خلاص العيش بتاعي بقى جاهز. الشوربه بتاعتي اهي، شايفين الدسم؟ لو انت الشوربه بتاعتك مش دسمه حطي مكعب مرق. الصلصه بتاعتي بخل وثوم، الرز، الفلفل الابيض الجميل. كده بقت مكونات الفته جاهزه عندي. هقولك على تكات وحركات تعمليها وانت بتعملي الفته، وخصوصا العيش لو باش منك بتبقى الفته معجنه ومش حلوه. لازم العيش بتاعنا يبقى مظبوط. هو لونه زي ما انتوا شايفين كده الذهبي الجميل ده، حلو قوي ومقرمش، سامعين؟ جميل قوي. هعمل ايه؟ انا كل مكوناتي سخنه، اوعي تستخدمي الشوربه وهي بارده او اي حاجه في مكونات الفته. هنعمل ايه؟ انا باخد من الشوربه كده، خليكم معايا، وبسقسق كده العيش. خلاص ليه؟ علشان اضمن ان كل حاجة هتوصل فيه. ليه؟ بس هعمل ايه بقى؟ انا ولا عايزاه بايش ولا عايزاه مقرمش، انا عايزاه وسط. فهنزل بالشوربة عليه اهو لغاية لما اشوف الشوربة، الكمية بتاعت الشوربة اللي هحطها. لما ابص على العيش كده الاقي الشوربة واصلاله كله. هعمل ايه بقى عشان الشوربة بتاعتي ما تبردش؟ انا هنزل بالشوربة بتاعتي كده، يلا على البركة اهو كده. بصوا اهو ده المستوى بتاع الشوربة اللي انا عايزاه اهو كده. واضمن ان كل قطعة من العيش واصل لها شوربة. هعمل ايه؟ لازم اغطي العيش دوت. انا بقول وهفضل اقول ان العيش بتاع الفتة ما ينفعش يبقى طري زيادة عن اللزوم ولا ناشف مقرمش، ما ينفعش تبقى مش فتة زي اللي احنا متعودين عليها. يبقى وسط كده، ولا هو باش ولا هو ناشف. هسيبها شوية مع نفسها كده العيش، واول ما يوصل للقوام المطلوب هقول لكم نعمل ايه. زي ما انتوا شايفين المكونات بتاعه الفته والعيش بقى الطريان بتاعه معقول جدا. هنعمل ايه؟ اول حاجه في طبق الفته هنزل بالرز في الطبق كده
زي ما انتوا شايفين انا فرشت الطبق بتاعي بشوية رز، وهجيب بقى الصلصة الحلوة بتاعتي دي واطعم الرز. انا كل ده لسه محطتش العيش. انت بتفتي الرز مش هتحطي العيش؟ لا والله هحطه، بس انتوا خليكوا معايا واعملوا التكات بتاعتنا دي، هيطلع معاكوا احلى طبق فتة. بصوا بقى الشوربة اللي في الطبق دي مع العيش انا مش عايزاها. بصوا انا بطلعه كده اهو من غير الشوربة بتاعته، وبنزل بيه على طبق الفتة. شايفين الشوربة اللي فايضة بقى قد ايه؟ دي انا مش عايزاها، انا مش عايزة الشوربة دي. هي الشوربة دي لو العيش فضل فيها هتبوشه. خلاص كده هنعمل ايه كمان؟ هننزل برشة صلصة بالخل والثوم على العيش. يا نهار ابيض، احنا مش هنحط بقى رز وناكل؟ لا هناكل وهتبقى احلى فتة، بس بتكات وحركات ملذة وطاب مع رندا محمد. هنزل بقى بالرز بتاعي، ولازم اسويه على وش الطبق، ما يبقاش منعكش كده وشكله وحش. لازم اساوي الرز وانا بنزله عشان يبقى شكل الطبق جميل معايا. هنزل بقى بالرز كده واحاول ان انا اسويه كده. افضل بقى انزل بالرز كده. بصوا انا سويته، بس الظهر بقى المعلقه بتاعتي او بالكبشه اي حاجه انت بتشتغلي بيها هننزل ايه الحرف كده. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه الحفر اللي في النص دي، تبقى الصلصه بتاعتي وشكل الطبق بتاعي متساوي. طريقه تقديم الاكل احلى من الاكل نفسه، بتجذب اللي بياكل. هنعمل ايه؟ هننزل بقى بالصلصه بتاعتي كده. شايفين الحلاوة دي؟ تورتاية مش طبق فتة. عشان تكمل بقى الفتة بتاعتنا الجميلة دي والطبق، انا بحط بقى رشة فلفل اسود كده على الابيض ده، بتديها تطعيمة تحفة. لو جربت الطريقة بتاعتي الفتة جميلة جدا. بصي اهو كده على كل الابيض كده بحط شعراية فلفل. خلاص كده بقت زي الفل وجهزت معايا. انا ما بكترش الفلفل الاسود عشان لو ما بيبقى في ناس ما بتحبوش كتير يعرفوا ياكلوا معايا. خلاص كده كده بقى طبق الفتة كامل. بس واحنا هناكل في العيد فتة من غير لحمة؟ لا والله، ده احنا هناكل احلى لحمة. اللحمة بتاعتنا بقى اهي هجيبها. بصوا بقى اللحمة بتاعتنا المسلوقة، انا بعد ما فضيت الصلصة قلبت اللحمة المسلوقة دي في الطبق بتاع الطاسة بتاعة الصلصة، مخل وثوم كان فيها بواقي كده، وحطيت لها حتة ثوم ومعلقة سمن وقلبتها. بصوا طالعة لونها عامل ازاي، اكنها متحمرة. لا دي مسلوقة والله، بس انا عملتها كده بس ما طلعتهاش في التصوير. يبقى انتوا اعملوها كده، بنحطها في قلب الطاسة بتاعة الصلصة. هنرص بقى لحمتنا الجميلة دي. خلاص كده طبق الفتة بتاعي جاهز، متطعم بالصلصة بالخل والثوم. العيش مظبوط مش بايش ولا ناشف. وبقية الصلصة انا حطيتها بقى في السلسلة بتاعتي علشان لما بيجوا ياكلوا ممكن في ناس بتحب تزود الصلصة. فانت اعملي الطبق بتاعك الصلصة بتاعته المعقولة، وبقية الصلصة حطيها لهم في اي طبق او اي سلسلة بياخدوا هم قدامهم اللي عايز يزود. وممكن تحطي طبق فيه شوربة عشان اللي عايز يزود، ممكن تحطي جنبيه طبق فيه رز. بس انا عشان واثقة ان طبق الفتة بتاعي مظبوط رز وشوربة وعيش وسلطة، مش هحط وصلصة، مش هحط حاجة الا الصلصة بس،
عشان في ناس ما بتحبش الرز الابيض ده كده يبقى باين، بيحبوه متطعم بالصلصه. لو طبق الفته بتاعنا النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير، والمره المليون كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى اسركم وعلى كل حبايبكم، والسنه الجايه كلكم يا رب تبقوا في الحج، وربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. مع قناتنا لذة وطاب هتلاقوا فيها ألذ الأكلات وأطيب الوصفات. كل سنة وانتم طيبين، وسلام عليكم.